السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتين. هذا الفيديو ضمن سلسلة كتاب السر للكاتبة الأسترالية روندا بايرن. نرجو من الجميع متابعة الفيديو، لا تترددوا في دعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة. كتاب السر، الباب الثاني، تبسيط السر. استنادا إلى روندا بايرن، فإن قانون الجذب قانون طبيعي، فهو غير موجه لشخص معين، وهو حيادي مثل قانون الجاذبية الأرضية. لا شيء يمكن أن يصبح جزءا من تجربتك ما لم تستدعه عبر أفكارك المستدامة. إذا أردت أن تعرف ما تفكر فيه، فاسأل نفسك عن شعورك، فالمشاعر أدوات لا تقدر بثمن وتخبرنا بطبيعة تفكيرنا. من المستحيل أن تكون مشاعرك سيئة في الوقت الذي تراودك فيه أفكار طيبة. أفكارك تحدد التردد الخاص بك، بل وتنبئك مشاعرك في الحال بطبيعة التردد الذي تكون عليه. وعندما تكون مشاعرك سيئة، فإنك بالتأكيد تكون على تردد يجذب المزيد من الأمور السيئة. عندما تشعر بشعور طيب، فإنك تجذب المزيد من الأمور الجيدة إليك. أن الشعور بالحب هو أسمى تردد يمكن أن نثبته، وكلما زاد هذا الشعور زاد مقدار ما نمتلكه من قوة وطاقة. ما رأيكم أصدقائي في هذا التوضيح أو التبسيط لقانون الجذب؟ من الطبيعي حسب رأيي أن يجب الإنسان إليه الطاقة الإيجابية إذا كان إيجابيا. من الطبيعي أيضا أن يشعر بالحزن كلما اقترب من الطاقة السلبية. هل شعور الشخص بالحزن سببه في بعض الأحيان أنه تعرض إلى طاقة سلبية من شخص آخر؟ على حد علمي لا يوجد أي شيء يثبت هذا، لكن الكثير مثل روندا بايرن يؤمنون بهذه النظرية. لا تترددوا أصدقائي في إعطاء آرائكم في التعليقات والضغط على زر اللايك. الفيديو القادم كيف تستخدم السر يتبع إن شاء الله. السلام عليكم.